السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهاردة المقلب في امل. طبعا امل جاي لها عريس وكده وهي مش موافقة، فهنعمل فيها مقلب بقى ان احنا مش طايقينها وكده ولا طايقينها هي ولا ابنها، وخليكم معانا بقى وهتشوفوا بقى هنعمل فيها ايه. استغفر الله العظيم يا رب. وطبعا انا هطلب من ايمن ان هو يروح يجيب لي حاجة وهي هتطلب منه. طبعا انا متفق انا وايمن عارف ان هو رايح الصيدليه او يجيب لي اي حاجه يعني، وهي هتقول له خد هات حاجه، هيتنك عليها بقى ويكلمها وحش. يلا خليكم معايا. ايمن، يا ايمن انت فين؟ وقت الصدق يا سلمى، فهد بينام. تعالى يا ايمن هات لي حاجه من الصيدليه. هات لي لبن من الصيدليه. ايمن ايه يا عم؟ لو انت خارج ثواني بس، ما تنسيش اللي قلت لك عليه. مانيش جايب حاجه دلوقتي. ثواني بس هجيب لك الفلوس. انا معايا الفلوس بس مش جايب حاجه دلوقتي، تاني شويه كده. انت مش خارج يا ايمن؟ ايوه خارج بس شويه كده. طب معلش عشان انا مستعجله بس كل هقطعها حاجه بقى. معلش انا في ناس مستنياني انا على الكافيتيريا ومش هعرف ان انا اخرج اجيب لك حاجه دلوقتي. طب هات لي انا. اجيب لك ايه؟ عايزه لبن ضروري يعني، وعايز فرشه اسنان. انت عايز ايه يا عم؟ انا بس مش عايز ينام، مش عارفه بعد ما صحى مش عايز ينام. طيب انا هروح انت هتعوز ايه دلوقتي معلش انت يا ولا؟ سلمى معلش امي. ايمن هيجيب زبادي واكلمها مع بعض. مانيش جايب زبديات ولا جايب حاجات انا الوقت خالص. انت عارف ان فهد بيحب الزبادي؟ ايوه. طيب انا مانيش رايح جايب له، روح هات له يا ستي. انت عارف ان مانيش جايب له ما حاجه. بعرفش اخرج انا مانيش من جايب البيت. حاجه انا لحد. انا من امتى بخرج يا ايمن من غير حاجه؟ من امتى بتخرج ايه؟ انت خارج اهو لابس اهو. انت عايزه اللي يخدمك؟ يعني انت هتفضل قاعده كده؟ هتفضل قاعده لنا كده؟ بابنك عايزه اللي يخدمك انت وابنك قاعده لنا كده عايزه اللي يخدم. هات يا ايمن ودي يا سلمى، هات يا ايمن ودي يا سلمى. ايوه يا ايمن، امل هو ما ينفعش كده بصراحه يعني. المفروض ارد عليك واقول ايه؟ المفروض تجيب لنفسك. تجيب لنفسك يا ست، تخدم لنفسك. انت هتفضل قاعده كده متكل عليا انا وسلمى وامك وخلاص؟ طيب مش من امتى دلوقتي يا احنا امل من امتى احنا بنعتبرها كده يعني؟ ماشي، انت المفروض تتجوزي يا امل عشان برضه نبقى براحتنا انتوا كل واحد سيبك منكم انت في شقته. جاي يا ست ماشي انتوا كل هو في شقتكم، ما تخلصوا مش متضايقين من قعدتي؟ مش متضايقين يا ست. انا ما جالكش انت عشان تقول انا باجي لامك وخلاص. طيب انتوا اللي بتقولوا متضايقين من يا قعدتي. ست انت جاي لك دلوقتي عريس مش وحش. ما هوش وحش. انت عارف ان انا مش بفكر خالص في الموضوع. طيب ماشي، ما انت هتفضل قاعده كده؟ مش عايزه دلوقتي. لا ولا اتجوز أي عشان حاجة حد يشيل خلاص. همك ويشيل هم ابنك دوت. لا ابني في رعايتي انا، محدش له دعوه بيه. في رعايتك؟ كنت في رعايه مين؟ انا مع ماما، مالكش دعوه انت مع ماما مش ازاي؟ عايز تيجي انت ومراتك براحتك. يعني انت هتمنعني اجي انا ومراتي عشان بنكلمك في الصح؟ لا طبعا. ما اكيد البيت برضه ماما زعلانه وعايزاكي تتجوزي يا امل وتشوفي حياتك. البيت ما بيتك يا ينفعش. ايمن، بس ماشي. انت بتتكلم باسلوب. امك زعلانه يا امل؟ امك مكلماني في الموضوع ده 100 مره يا امل. لا ماما مش زعلانه ولا حاجه. كل ما يجي لك عريس لا هي مش ما عاوزه بترضاش مش تزعل متعقده مش البنات. هي مش عاوزه تقول لك كده. ماما اول واحده بتقول لي اللي انت عاوزاه واللي انت مرتاحه له. ما عشان ما تزعلكش. عشان ما تزعلكش يا بنت الحلال. انت جاي لك عريس دلوقتي قال لي زعلك. وحش في ايه؟ مش وحش، مفيش يقول حد لي اللي انت وحش. نفسك فيه، اللي انت نفسك فيه اجيبه لك، واللي انت عاوزاه اعمله لك وفهد مفيش حد ابنك وحش يا و ايمن. و كل الناس ونعم واكرم، بس انا يعني انا مش مستعده دلوقتي. انت مش مستعد ما دلوقتي ينفعش اظلم حد معايا دلوقتي. تظلم يا وبيطلب منك حاجات. انا دلوقتي عايزه اشتغل واحافظ على نفسي وعلى ابني يعني لحد ما ربنا يكرمنا ان شاء الله. قال لك القناه مش هخليكي تقفليه. عايزه ايه تاني؟ مش دلوقتي. قال لك القناه ومتابعينك وما اعرفش ايه خلاص. ايوه يعني برضو انت كل ده عشان بقول لك هات لي زبادي؟ لا مش عشان زبادي، عشان انت طولت خلاص. كل حاجه عايزه ايمن اللي يعملها وعايزه انت ايوه مين تتكل اللي على يخرج؟ نفسك. مين اللي يخرج؟ مش انت راجل هنا؟ يا ست ماشي اتكل بقى على نفسك بقى انا شويه. ما بعرفش اخرج. ماشي انت جاي لك عريس اهو، انت جاي لك عريس دلوقتي يا امل. ما بتتكلم يا سلمى. انت دلوقتي جاي لك عريس ولا والله انا وحش؟ مش راضيه اقول لها حاجه عشان هي ما تزعلش. انت اخوها بقى تستقبل منك الكلام عادي، انما انا ما ينفعش اقول لها انا حاجه. مانيش عارف بقى والله.
بس يعني- هو ما ينفعش قعدتها دي. تبقى لك قد قاعده يا بنتي، شوف عشان حد يشيلك انت وابنك ولا حد، هتروح وهتيجي علينا، هتروح وهتيجي على امك. انا مفيش حد تعبان، ماما قالت لك هي تعبانه؟ ايوه ماما قالت لي بس من وراك، مش عايزه تقولها لك في وشي. يعني انتوا مستغلين ان عدم وجود ماما دلوقتي ان هي في بره وبتعملوا له الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، ما تقدرش اصلا تقول كده قدام ماما. يا بنت اسال امك، جاي لك هي عريس. نفسها ان انت تتجوزي عايزاك- وتشوفي حياتك، هي قالت لك وتعيشي كده، حياتك قالت كده. قالت لك هي بتقول لي امل سايسها، اشوفها لو عايزه تتجوز ولا ما اعرفش ايه، والعريس ده محترم واهله محترمين. اسمع الكلام، جرب يا ستي. اجرب ايه وطبق كشري؟ تفضل لي طبق كشري. انت خلاص يعني انت عشان مره خلاص تعقدت من مره، لا الحياه كلها تجارب، جرب ايه عادي، درس وتعلمت منه خلاص فوق بقى. واللي جاي لك ده معروف اصوله ايه ودنيته ايه وشغال ايه ومعروف كل حاجه عنه. انا ما مفيش- قلتش وحش، الراجل ما شاء الله كويس خلاص. وكل حاجة. تمام ماشي، انا بقول بس لك اهو. المشكله فيا ان يبقى يشيلك بقى ويشيل البنت، قال لك ده انا بسافر وهجيب لك وهعمل لك وخليك عند امك وروحي وتعالي وما اعرفش ايه ومع اختك ومع في ايه يعني، مش مزعلك، مش بقول لك حاجه. ايوه وافق يا امل، هو قال لك ولا انا طبعا- هسافر وانت هو مين اللي قال لي؟ هو اصلا ما كلمنيش في ماشي انا بقول لك يعني هو الكلام اللي هو اتكلم بيتكلم وقال اهو، كده. هو الكلام اللي هو بيتكلم بيقول كده اهو. ايه المشكله؟ هو الناس كتير هتقول كده، ايه المشكله يعني؟ ماشي ناس كتير، ما فيش اسهل من الكلام. مفيش اسهل من الكلام، ماشي كلام مش بفلوس زي ما انت بتقولي كده، بس لا بس ازاي؟ احنا شايفينه انه مناسب وشايفينه انه انتوا شوفوا اللي حلو- انتوا عايزينه يا انا اعمل. بنتي اهله حلوين ومعروفين واسال عليهم برضو يعني مش معروف منين اهله حلوين يعني. طيب ماشي، انت عاوز، انا دلوقتي مش عايزه دلوقتي، ما تغصبني. مش هغصبك يا ستي، مش هغصبك، بس مانيش عارف بقى. طب ممكن خلاص. تروح تجيب زبادي لا. عشان فهد وبعد ما تيجي نتكلم؟ لا ولا رايح جايب زبادي ولا رايح جايب لبن ولا قعدت جايب اي حاجه. عشان خاطر امك برضه يا امل، ما ينفعش، هتعبت برضه، ما ينفعش كده. انا تعباكم في يا ايه؟ بنت انت ما عدتش صغيره خلاص بقى، انت هتفضل قاعده كده جنبنا، انت هتفضل قاعده جنبنا انت وابنك. اه انا مرتاح وابني مرتاح، واحنا مش مرتاحين. فهد مش هيستغنى عن ماما وانت عارف، ولا طيب مش هيستغنى هيستغنى عن عني. ماما ومش عنك ازاي يعني؟ عادي، ما انت هتبقى كده. سيبيه، ما اقدرش اسيبه، سيبيه معانا، ما اقدرش. ما انت تقدريش، عارف ان روحي فين. خديه معاكي. انا مش مستعده دلوقتي، ومش الخطوه دي ان شاء الله يعني هفكر فيها مليون مره قبل ما اخدها. طيب ماشي ما تفكري، ماشي انا بكلمك دلوقتي عشان تفكري، عشان نرد على الناس دي، عشان الناس دي ما نخسرهاش. مش الناس حد مش احسن هيشترك. لا الناس مش احسن مني، انت كده بتخسرني انا. لا مش بخسرك، امال انت هتفضل قاعده يا بنتي جنبي ايوه انا ايه ده كده؟ وانا قاعده على رجلك؟ لا مش قاعده على رجلي، بس هاتي ايمن ودي ايمن واعملي ايمن خلاص يا ايمن انا مش عاوزه حاجه، لما ماما تيجي اخليها تروح تجيبها. مش عايزه حاجه؟ لا مش عاوزه. طيب هتعمل ايه في موضوع العريس ده؟ اما ماما تيجي هتكلم معاها، ممكن تسكت بقى؟ ماليش دعوه بماما دلوقتي، انا اللي بكلم، ماما مش موجوده معانا. ماما مش موجوده معانا يا امل، رد عليا كلميني. والله كله فاتح لي في الموضوع، واشرف اخوك نفسه قال لي اللي انت عاوزاه وما تستعجليش. ماشي، انت مش قاعده مع اشرف اشرف، اخوك انت قاعده ماشي، انت معانا. قاعده معانا احنا. اشرف انا مش ماشي. قاعده معاك ولا حاجه، انت مع أشرف- مراتك خلاص شويه. اشرف لو عارف العريس يا اللي جاي أيمن. لك وعارف هو يا بيقول أيمن. ايه وعارف اللي هو كده، هيقول لك وافق يا بنت من الصبح. ايمن مفيش حد بيبين اخطاء ولا اي حاجه من الاول كده. يا بنتي احنا قلنا هنسأل وهنعرف، ودوت معروفين عيلة ايه ومعروفين دنيتهم ايه ومعروفين كل حاجة عنهم. يعني مش واحد جاي كده وخلاص أنا وهنوافق قالتنا يا البيت. امل يعني انا قلت ما الراجل انت بتسمع عنه حاجه ولا كده، ولا الراجل سمعت عنه كويس، حاجه قبل الراجل كده؟ كويس وكل حاجه وما شاء الله وعيلته ما شاء الله، بس انا مش عايزه اخد الخطوه دي دلوقتي. ازاي بقى؟ طب نقول لهم ايه؟ ولا نقول لهم ايه؟ نقول لهم ايه؟ نقول لهم استنى ما بنتنا تفكر؟ بنت هو انا في سنه كي جي 1 ولا 2 ولا انت أمال وانا إيه يا صغيره؟ بنتي؟ انا اعرف اخد قرار من نفسي. طب وروح بقى اتجوز من خلاص نفسك. يا ايمن، سيبها براحتها وما عادش تعمل لها حاجه ولا تشيل ابنها ولا اي حاجه. انا مش عارف هي والله. ولا تجيب لها حاجه ولا اي حاجه، ولا ليك دعوه بيها. لا ده هي- يا شاطرة صحيني من النوم. الواد بيعيط يا ايمن، خد ايوه هو شيله. متعلق بيك، خد- اعمل ايه يعني؟ خد اخرج بالولا يا ايمن، الواد لما بيشوفك بيعيط.
داخل الحمام خد الولا معاك، رايح المطبخ خد الولا معاك، رايح الاوضه خد هو الولا انا معاك. اللي انتوا بقولك بتضحكوا. هو اصلا من نفسه عايزك انت. ما هو انت ما بتصدق، هو يشوفني يفضل يعيط بقى، تروح انت ايمن خد خلاص يا ايمن. الكلام انتهى بقى. روح يا ايمن هات لي فهد، روح يا ايمن اعمل اللي فهد. ما عادش ورانا الا امل وفهد، امل وفهد. خلاص يا ايمن فضه. ما عادش جايب لي انا حاجه يا ست. ماشي، طالما مش يا ست قالت احنا كده بنتكلم، خلاص بقى. طالما احنا بنكلمك في مصلحتك يا امل وانت زعلانه براحتك يا ست. ماشي. قوم يلا يا ايمن. مروحين؟ ايوه مروحين. يلا يا ايمن هلبس عشان خلاص يا ايمن، لو انتوا بقول لكم تعالوا صوروا معايا ولا كده خلاص ما قلتوش تيجوا. قوم يلا عشان البس. عايز تيجي لماما تعالى وانا مش هنا. انتوا هنا ازاي يعني؟ ولا انا هعرف انت هنا ولا انتوا هنا أيوة ازاي ولا كلمها ايه؟ يا ايوه ما انت قاعده لا بتروحي ولا بتيجي. ايوه مش انتوا متضايقين من قعدتي ومش عايزين تشوفوني؟ لما ابقى مش موجوده تعالى. قعدتك ايه يا بنت يا انت ايمن الوحيدة؟ الامل مش كده. انت احنا عايزين نيجي ونروح عليك في شقتك انت، نروح عايزين ونيجي نبقى عليكم فرحانين لك كده ان احنا وتيجي بينا. علينا بجوزك، ما اعرفش ايه كده. ليه جايب كيس فاكهه يعني تعالي بجوزك؟ اه نيجي عليكي ما اعرفش ايه قلنا. هي شوشنا كتير على بعض، ده احنا اربعه، انا وماما وانت وسلمى. يا بنت ماشي، انا بتكلم في ايه وانت بتتكلمي في ايه؟ هو ده اللي اتفقنا، ده احنا اتفقنا ان احنا ناخد شقه كبيره لنا كلنا عشان نصور مع بعض. لا يا امل طبعا ليه؟ مش هيحصل هنا- الكلام ده. هناخد، خلينا يا ست ماشي، انت اتجوزتي هناخد شقه كبيره تيجي تصور معانا، هنيجي نصور معاكي عادي. حتى ناخد شقه انا وايمن وماما بس، وانت لا تروحي بقى بيت انما جوزك. غلط، هناخد شقه احنا الثلاثه وانت تيجي علينا. هناخد شقه كبيره نصور فيها وانت تيجي علينا. هنيجي احنا عليك. انما تفضل قاعده كده. انا خلاص خلصت كلام يا ايمن، انا رايحه البس يلا عشان نمشي. البس يلا يا يا سلمى. سلمى، ما انت عارفه يا سلمى رايي من زمان، وانت بنتكلم مع بعض عادي وبقول لك اللي انا عاوزاه وبقول لك كل حاجه. والله انا ماليش دعوة والله يا بسلمى. امل انا اتكلمت مع ايمن في الموضوع ده وطلع هو المفروض صح. انت اللي تقنع ايمن باللي انا قلته له. ماشي بس ازاي؟ هو طلع صح يعني، المفروض يا تقنعني امل. بايه؟ تقنعني بغلط؟ انا شايف حاجه قدامي صح، هتقنعني بالغلط؟ انا مش عارف خلاص والله. يا ايمن مش هطلب منك حاجه. انت انت ايه مش اللي هتطلب. انت عاوزه دلوقتي؟ مش حكايه تطلب مني ولا ما تطلبيش، هو على حاجه بس عايزك تتجوزي، عايزك تشوفي حياتك بقى. انا مرتاحه كده، انا مبسوطه. واحنا ما احناش مرتاحين، ولا انا ولا امك ولا سلمى ولا اخوك اللي انت بتقولي هو موافق دوت، ولا هو مرتاح وشايفك كده. مش هنرتاح الا لما انت تكون خلاص استقرت وقعدت وبقت عايزة أروح فرح. عايزه البس الفستان سوري. اقوم ارقص لك دلوقتي. طبعا احنا بنعمل فيك مقلب. وطبعا ده المقلب بتاع ابعد يا ايمن، بس يا ايمن بقى الله. تحب تقول ايه مصر؟ والله العظيم بس يا ايمن. تحب تقول يا ايمن قلت اسكت. لي انت عارفه لو انا عايزه البس فستان سوري صح؟ تحب تقول ايه؟ هعمل فستان سوري البوكس من تحت. اه طيب ماشي، شوف مين اللي هينزله. قولي لهم أنا اللي انا هنزل. هنزل. قول لهم لو عجبكم المقلب اللي اتعمل لو فيها. عجبكم يا سلمى المقلب عشان بجد انا والله اعملوا العظيم لايك. اللي تكه ونهار فيك وعايره والله العظيم بجد. انتوا كده انتوا خنقتوني. ابعد والله العظيم، بس لما ماما تيجي والله اعمل أنا حد نفسك بتولد. اعملي على الحال. بقول لك عايزه مقلب. البس فستان سوري. مقلب عايزين نرقص. انت تعرف اللي انا نزع منك يا امولاه؟ يا بسكوتة انت يا بسكوتة. طبعا يا اعمل يا بسكوت. بالخير. ده انا عندي انت تمشي وفهد ما يمشيش. ده فهد دوت والله مفكرنا وهو بصي ومتعلقين بيه، متعلق بيه اكتر من وعد كمان. يعني ساعة ما يشوفني ينزل من على ايد امه، ينزل من على ايد ننته، المهم اللي هو يجيله وخلاص. لو سمع صوته يفضل يعيط، يصحى من النوم. خلصت. خلصت. يعني انت مطلعني شبه محمد هنيدي في الجامعه الامريكيه كده. اه تحب بقى تقول ايه للجماهير؟ يا ستي ها. طبعا لو عجبكم المقلب اللي اتعمل عجب ايه؟ طبعا لو عجبكم المقلب عاوزين يمشوا ولو نعمل مقلب فمه. اسمع منطق. قلبي وعيني. لو حد والله. عنده مكان ليا اقول لي عشان هيك هم زهقوا منه قطة؟ خلاص. انتوا بجد قطة؟ زهقتوا منه. الكلام ده طالع من قلبكم اصلا. لا يويو لا والله يويو انت عارفه معزتك عندي. يويو
والله يو يا يو يا يو يا. فهد قطة قطة. طبعا انا متلجة يا جماعة، خلاص الدنيا ساقعة عندنا قوي. انا والله العظيم زعلانه لان هو انا حاسه ان الكلام من قلبهم، بس ماما تيجي اقول انا لها. العيب لما انت تقولي كده على فكرة، وانت عارفة ان يعني ما هوش من قلبنا ولا حاجة، بس احنا بنحب نعمل فيه مقلب بس. طب المقلب اللي انا عملتها فيكم كانت بتضحكوا، مقلب الرقاصه دوت بيضحككم، مقلب ايه تاني؟ حاجات بتضحك، لا، ما كانتش ما حاجه صعبه يعني. انا والله لازم العظيم نعمل فيك بس حاجة رايك صعبة. المقلب ده؟ زي الزفت. لا، بس المقلب هما عجبكم؟ بيتكلموا معايا في المواضيع دي، بس مش قلنا مش طايقينك وكلام من ده، هما بيتكلموا إيه في عريس جاي لك مش عارف ايه رايك، خلاص بقفل على الموضوع وخلاص، ما فيش كلام تاني. طبعا يا جماعة انا والله تعبانة وبموت، حتى شوفوا شكلي متغير ازاي. انا مش هتنازل عن اللي انتوا عملتوه ده غير يلا بس اما خلينا تحضنوني. احضنوني انا زعلانة. تعالي ايمن احضن. حضن جماعة البسكوتة. طبعا احنا ما نقدرش نستغنى عن الابلة امل. يعني كل ده كان بجد ولا بهزار؟ بس بامان. لا بجد عشان خرج ومش جايب حاجة لا أصلا. عليك ايه؟ فهد هينتحر على زبادي. ايوه انت بقول ايه؟ يا طبعا فودو. لو عجبكم الفيديو حطوا لايكات كتير 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 قوي، وما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. توحشوني كتير كتير كتير، وانا والله كان لسه دكه وعيط وحياة ربنا. مع شوف السلامه. مين اللي بتفضل.